سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. اليوم ان شاء الله حبيت نبارطاجي معكم البوراك التركي. للامانه هذه الوصفه ماهيش الوصفه ديالي، وصفه منقوله. فوالا في ريسيبيون حكمت كاس حليب دافي، درت له نص كاس تاع الزيت، وراني رايحه نضيف له حبه تاع ولاد الدجاج تكون بدرجه حراره المطبخ. فوالا ومن بعد نضيفوا الفارينه ونملحوا حسب الذوق، نخلطوهم هكايا خلطه خفيفه حتى تندمج لنا هذيك الحبه تاع البيض مع المكونات. ومن بعد نضيفوا الفارينه. العجينه اللي نتحصلوا عليها ما تكون طريه ما تكون يابسه. هنايا درت لكم وصفتين في وصفه. هذا البوراك التركي رافقته مع اون سوب تاع خضار، ولكن باش ما نطولش لا فيديو حطيت البوراك وحده ودرت لكم لا سوب في فيديو واحد اخر. فوالا هنايا نبقاو قلت لكم نضيفوا في الفارينه حتى نتحصلوا على هذا القوام تاع العجينه. شوفوا عجينه تكون متماسكه. انا نحطها فوق سطح العمل، ندلكها غير شويه حوالي دقيقه ولا دقيقتين برك باش تولي لنا ليس. فوالا هكا ان شاء الله في رمضان الى حيانا ربي اموال واحد نبدلو من البوراك المقلي نديروه في الكوشه. فوالا كما قلت لكم. وهنا العجينه ديالي راني رايحه نقسمها الى 8 كريات. نقسموهم كريات متساويه. انا هنا استعنت بالميزان. هنا للمره الاولى وزنتهم 115 للكريه، ولكن ما كفاونيش ما خرجليش 8. الوغ عاودت وزنتهم درتهم 110 غرام، خرجوا لي 8 كريات. كي نديروا لي بول تاعنا رايحين نغطوهم بكيس بلاستيكي ونخلوهم يريحوا حوالي 10 دقائق باش نكملوا الخدمه ديالنا. فوالا هنايا قلت لكم شوفوا درتها 115 ولكن جاوني ما كفانيش، الوغ نقصت درتهم 110 غرام. نشكلوهم كريات كما قلت لكم هكذا، نغطوهم ونخلوهم يرتاحوا حوالي 10 الى 15 دقيقه. هنا بعد ما ارتاحوا العجينه، بعد ما ارتاحت عفوا العجينه ديالي، ندير هنا توجور نعاونوا روحنا بشويه فارينه. راني رايحه نشكلهم كريات. فوالا نديروا كريات متساويه. هنا نخدموا بالزوج، نحلوهم الرقيقه حوالي 2 ملم ولا 0.5. فوالا بهذه الطريقه. هنا حبيبتي الا ما كاينش مابونيه ابوني، فعلي زر الجرس باش يلحقك كل ما هو جديد. بيان سور الا عجبتك الوصفه جيم وكومونتير. فوالا هنا عندي كميه تاع مارغارين كنت ذوبتها. هي من المستحسن الا تكون عندك مارغارين تاع فيطاج، انا ما كانش عندي درت مارغارين ديما. نتيا الا كانت عندك، ولكن بصح جاو مورقين وجاو مقرمشين. دوك تشوفوا لا فيديو مع لافا. فوالا رايحه نحطها الكره دوزيام نحطها هكذا فوقها كيف نزيد ندهنها بلا مارغارين كما قلت لكم، وراني رايحه نغلقها على شكل بريه ولا على شكل مربع. الطريقه راهي موضحه في لا فيديو. فوالا نغلقوها مربع ونديرها في كيس بلاستيكي. انا توجور كي نشري ديول ما نرميش هذوك البلاستيك تاعهم، نخدم بيهم. نغلفها في كيس بلاستيكي ونخليهم يريحوا في الفريجيدير ونجوزو نحضروا لا فارس ديالنا. فوالا هاي لك هنا كيما وجدتهم قلت لكم نخلوهم يرتاحوا في الثلاجه ونوجدوا لا فارس. هنا في مقله درت حبيبه تاع بصل، سنينات تاع الثوم وشويه زيت، وهنا درت لهم لي زيبيس. درت شويه تاع راس الحانوت، درت شويه فلفل الكحل، درت شويه توابل الدجاج. فوالا وشويه سكنجبير عفوا. خلطتهم كي دبل لي البصل درت له شويه معدنوس ودرت الدجاج تاعي وخليته يطيب. كي طاب الدجاج ديالي هاوليك درت له شويه جبن مبشور وجبن ابيض، يعني الاجبان اختياري. انا درت له فروماج بلون ودرت له فروماج غابي، ورانا راهي نخلوها تبرد بيان ونبداو نخدموا مع بعض. هنا حلوا العجينه تاعكم الرقيقه حوالي 2 ملم وبداو تستفوا لا فارس تاعنا كامل كيما نخدموا البقلاوه التركيه. نورمالمون تعرفوا الطريقه. هنا زدت لها اختياري شويه جبن مبشور، يعني فرمشتهم اليوم. فوالا ونروليو. شوفوا ديروا دوره ونص، ما تزيدوش باش ما يجوكمش معجنين. تبعوا الطريقه نديروا دوره ونص.
هاكا بهذا الشكل، ونقطعوها، نفرشوا بابي كويسون في سنيوه ونحطوهم كامل وشنو ما نلصقوهمش، نحطوهم متباعدين على بعضاهم، نديروهم كامل في سنيوه. فوالا حبيباتي، هنا نجي نقسم معاكم البوراك، يعني قبل ما يطيب نقسموه نفس الطريقه تاع البقلاوه التركيه. هنايا نقطعوا البوراك الحجم اللي حبيتوه نتوما، تحبوه كبير تحبوه صغير، ومن بعد نجو ندهنوه بصفار تاع البيض. انا درت صفار بيضه وحبه بيض. فوالا ندهن هنايا ودرت له شويه حليب، ندهن هنا البوراك ديالي. وهنا التزيين يبقى اختياري، تحبوا زرارع، تحبوا سانوش، تحبوا حبه حلاوه، يعني واش كان عندكم. كيما انايا كان عندي غير شويه سانوج، وكان عندي لي زيرب دو بروفونس يعني الاعشاب العطريه زينت بها، ولكن هنا التزيين يبقى اختياري. ندخلوهم للكوشه يتحمروا من التحت ومن الفوق، ونشوفوا ان شاء الله الطبق تاعنا واجد في صحن تقديم. فوالا حبيباتي، هاوليك البوراك التركي ديالي راه واجد بعد ما دا هذيك التحميره الشابه. قلت لكم هنا لصقته مع اون سوب، شوفوا دا تحميره من التحت شابه وتحميره من الفوق. هنا نقسموا معاكم، شوفوا جا مورق وفارغ لداخل، وصفه ناجحه 100%. حبيباتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه، وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في وصفه اخرى ان شاء الله. ما بقى لي غير نقول لكم سلام.